المغرب. منتخب المغرب يتأهل رسميا إلى مونديال 2026 بعد فوزه على منتخب النيجر ب5 أهداف مقابل لا شيء. وهذه المباراة اللي شهدت مشاركة ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بشكل أساسي. 5-0. مبروك. المنتخب المغربي أصبح المنتخب ال17 الذي يتأهل إلى مونديال 2026. هذه المنتخبات المتأهلة أمامنا: أمريكا، كندا، المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، باراغواي، الأوروغواي، الإكوادور، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، أستراليا، أوزبكستان، نيوزيلندا، وآخرهم المغرب. خماسية إلى المونديال. ما زالت البداية وما زال للنجوم رابع العالم المنتخب المغربي المصنف الثاني عشر على مستوى العالم. الكثير والكثير. وادي عرضية اسماعيل يا اسماعيل. هذا الملعب لأسود الأطلس. شوف الجملة، شوف اللمسات، شوف التمريرة. عيني عيني على الأولاد، عيني عيني على الأولاد. شوف يوسف، شوف في بداية موسم، لذلك دكة البدلاء سيكون لها دور كبير. وهذه عرضية تلعب. الله، مزيان بالذات. مزيان أطلس في شوط الأول لم يقدموا فيه العرض الخيالي، لكن الأهداف كانت حاضرة. شوف أشرف، نخبة الأفضل على مستوى العالم بكل تأكيد في القارة الأفريقية. سيكون الضغط كبير على اللاعبين، لكن هذه محاولة. جول أيوب يا أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر طويل في مباراة أصبحت الآن احتفالية بالتأهل إلى المونديال. في مرمى النيجر سجل الأول والثاني دخل من خلالها بلال الخنوس. ما زال أناحي أيضا موجود في دكة البدلاء. عرضية تلعب على القائم الثاني عالية ورأسية، والرابع بالرؤوس يا حمزة، بالرؤوس في أول لمسة. حمزة إكمان أول لمسة الرابع يأتي لمنتخب أسود الأطلس، لمنتخب المغرب. شوف الرأسية، شوف وضعها، لكن هذه الكرة بعد ذلك تبعد، تعود مقطوعة في مكان. فرصة الخامس، تسديدة أناحي، جول. عز الدين أناحي بعد أن دخل إلى ملعب المباراة. خالد السعود، المغرب مع وليد الرقراقي، وهو صاحب التصنيف 12 على مستوى العالم، رابع العالم في مونديال قطر إلى المونديال. ذكريات كبيرة جدا 2022. منتخب المغرب اللي أخرج معذرة كبار العالم، أعتقد تأهل مستحق وإن كان متأخرا. سر العقبة لمنتخبنا اللي لا زلنا ننتظر الشهر القادم بإذن الله، وما سيسر عنا بإذن الله تكون بشارة خير لمنتخبنا اللي تأخر في التأهل. لكن بإذن الله تعالى أنه نفرح كما فرحنا اليوم، نقول مبروك للمنتخب الشقيق المغربي. إن شاء الله بإذن الله القادم أكثر إن شاء الله بإذن الله. الله يسمع منك أبو بدر. أحمد الفهيد، يعني وش في أحلى من كذا سيناريو 5-0 تتأهل، تعلن فيها تأهلك؟ يعني نتمنى أن نشعر بشعور مثل هذا الشهر الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. يعني منتخبنا قادر، جمهورنا حاضر، نلعب على أرضنا. مهم الآن وهو وقت حقيقة وقت المؤازرة، لا وقت على ما قال التحلطم ولا الانتقاد القاسي ولا يعني انتهى خلاص. الآن هي مرحلة المساندة والمؤازرة والحضور والتشجيع والدعم حتى يتحقق مطلبنا كلنا في المملكة العربية السعودية أن يذهب منتخبنا إلى كأس العالم. بعد ذلك لكل حدث حديث، يعني نعود مجددا إلى دائرة الانتقاد، وضع النقاط على الحروف، وضع اليدين على أو نؤشر إلى العيوب.
العيوب والمشاكل، لكن المباريات القادمة، مباريات أكتوبر، المباريات الحاسمة، يعني نريد أن نذهب خلاص، يعني لا نريد أن نطيل أمد هذه القصة، ولا نريد أن نخرج. يعني لا يليق بمنتخبنا أبدا أن يخرج حقيقة. يعني لم وحتى اللحظة هذه لا أتوقع أن منتخبنا لا يذهب، كان يذهب وهي يعني 4 مقاعد ونصف أعتقد. هل يعني حين أصبحت 9 مقاعد و8 مقاعد ونصف لا يستطيع المنتخب أن يذهب؟ صحيح. يعني لما زاد عدد المقاعد صار منتخبنا ما يقدر يروح. يعني هذه أنا بالنسبة لي كارثية أن حدثت حقيقة يعني. لكن أنا شخصيا أتوقع أن المنتخب سيذهب، يحتاج فقط مؤازرتنا، يحتاج حضور الجمهور هذا دوره الوطني، وليس دوره الجماهيري فقط ودوره الترفيه، لا دوره الوطني، واجبه الوطني أن يحضر المؤازرة. من يستطيع الحضور، من يملك الوقت، من يملك الرغبة، من يملك الشغف والحماسة، أتمنى منه أن يحضر يعني. بإذن الله. قبل ما نفتح ملف المنتخب بشكل مفصل ونروح لفاصل، محمد الحارثي يمكن قطعتكم، كنت في نقاش مع الدهش، كان عندك نقطة إذا بس أنا أقول أخوي محمد الدهش فسر كنت يعني أقصد بالضبط أنه مباراة قوية بحجم مباراة الهلال ليش تجدول في هذا التوقيت؟ بجدولة الدوري لم تكن واضحة، ما كنا عارفين الآلية، ما كانت باينة هل هي بناء على ترتيب العام الماضي، بناء على زي ما قال أخوي محمد أرقام، ما نعرف كيف جدولة. طبعا جدولة لها لائحة، أي بس هل لائحة كاملة يعني. نعم، اللائحات من كل موسم تختلف، فما فهمت حقيقة. وأيضا لجنة المسابقات من المهم لها أن تراعي مشاركات الأندية السعودية. أنا حسب ما أعرف أنه اللي موجود في لجنة المسابقات اللي يضع الجدول غير موجود من اللجان السابقة أو غير سعودي، فللأسف ممكن يكون شخص مو عارف وضع الأندية السعودية، مو عارف مشاركاتها. أنت لا يعني اللي يضع الجدولة حسب معلوماتي غير سعودي، انه شخص المسؤول غير سعودي في بعض الامور لا يجهلها. مناطق الجغرافيه في المملكه، الاجواء في المملكه، توقيتات، انت عارف التوقيتات الموجوده، مشاركات الانديه، هذا اللي حسب معلوماتي والله اعلم. فللاسف برمجه هذه المباراه لم تكن صحيحه. الأهلي والهلال قبل مشاركة الأهلي في مسابقة عالمية على مستوى الفيفا في كأس القارات، المفترض ما كانت الهلال أو الاتحاد أو النصر، أنا ما أتكلم عن الهلال فقط، يعني الأهلي المفترض هذه المباراة ما تكون مباراة قوية بهذا الشكل. أبو علي خالد سعود، أنا أقول لك الأكيد هو يعرف الأهلي، والأكيد أنه يعرف الهلال، نعم. والأكيد أنه يعرف صحيح. طبعا مثل ما ذكر أبو صالح، الاجتماع السنوي للممثلين الأندية الخارجيا توضع الجداول المشاركات الخارجية وبناء عليها المباريات. هو يعرف مشاركة الأهلي، كونه وضع مباراة الأهلي والهلال في هذا الوقت هذا أمر أهم. ولكن أنا في قضية التأجيل بشكل عام كمبدأ أساسي عندي أرى أنه التأجيل غير احترافي نهائيا مما كان مستفيد. أنا أتكلم اليوم وقلت الموسم الماضي حتى للهلال والأهلي ضد التأجيل كمبدأ عام. العام الماضي رفض طلب الهلال، من باب أولى أن يرفض طلب الأهلي، ولكن لماذا كلجنة تضع نفسها في حرج شديد؟ اليوم الأهلي أنت كأنك مو قاعد تدعم الأهلي، وفي السابق أيضا ما كنت تدعم الهلال. وجود اللجنة أو عفوا الرابطة هي المنظمة للدوري، وجودها لمساعدة الأندية من طرق يعني سبل المساعدة. أيضا المباريات قدر الإمكان، أعرف اليوم الدوري أصبح كبير جدا، اليوم لو ما لعبت ضد الهلال ستلعب مع فريق كبير آخر، ولكن وين المشكلة أنه تكون في مرونة من أجل مصلحة عامة سواء للأهلي أو لغير الأندية. ماشي، اتفضل أخوي خالد، أتفق معك، المفروض في مرونة. أنا كنت موجود مدير فريق أول، كنا نجتمع مع لجنة مسابقات الأندية السعودية اللي تشارك خارجيا قبيل وضع الجدول ويأخذوا آراءنا، وكنا نتفق، وكنت أتناقش مع المدرب أيامها في توربريرا في مواعيد معينة للأهلي، الهلال، النصر، الأندية اللي كانت تشارك كان لها اجتماع خاص مع لجنة مسابقات قبيل وضع الجدول. أنا لا أتوقع في الفترة الحالية كان هناك اجتماع، وأتوقع المندوب الأهلي ما كان عارف إنه في مباراة ستجدول في هذا التوقيت. طيب، مباراة الهلال. ذكر أبو صالح يعني واحد من الحلول إنه ترحل المباراة صحيح. مكان المباراة، ولا كان بوجهة نظرك إنه تتأجل هالمباراة الوقت؟ لا أنا مع أخوي أبو صالح إنه التأجيل لا، في برمجة، وأخوي خادم سعود في برمجة لازم نحترمها ونمشي عليها، لكن
ليش المباراة الهلال؟ تؤجل يعني ترحل المباراة، بدل ما تكون الهلال تكون مباراة أخرى يعني فريق آخر. يعاد جدولة الجولة هذه اللي قبل مباراة كأس القارات بإذن الله. جميل، خلينا نروح لفاصل قصير وراجعين مكملين معكم، خلوكم معنا.